الله يرحمها ماما كان عليها طريقة حشوة ممبار تجنن، الخلطة بتاعتها كانت بتقلب ريحة العمارة، بجد كان كل اللي ييجي عندنا يدوق الممبار يحلف بيه ويقول إن دي أحلى طريقة، أنتِ كمان كل اللي هييجي عندِك هيسألِك على الطريقة وهيغيّروا طريقتهم فورًا، يجنن وبنسلقه كمان من غير ولا نقطة مَيّة، تعالي شوفي الطريقة بقى، باجيب كيلو من الرز بادعكه بمعلقتين سمن بلدي، باحط عليه كيلو من الطماطم المفرومة وكيلو من البصل. وباحط بقى فلفل رومي على فلفل سبايسي مفرومين ومعلقتين من معجون الطماطم، التوابل هنا بقى عبارة عن إيه، ملح وفلفل أسود وشطة وكزبرة وتوابل محشي ونعناع، مين زينا بيحط نعناع على خلطة المحشي، وباحط كوباية بحالها من الزيت وباقلب الخلطة، شمي الريحة بقى ودوقي الطعم حاجة كده خيال. بحشي الممبار ما بملاهوش قوي وما بيتسلقش في مية، برصه في الحلة زي ما هو كده، هو هينزل المية بتاعته، حطيه بس على النار وغطيه على نار هادية خالص على شمعة البوتاجاز، هيتسلق معاكي تاكليه مسلوق من حلاوته، انا بحبه مسلوق قوي وهو نازل سخن كده. مين زيي بقى بيحبه مسلوق؟ ما تنسوش تصلوا على الرسول، كل سنة وانتم طيبين، اعملوه في عيد الاضحى، حلوة قوي قوي يا جماعة، جربوا طريقتي بقى، ويلا بقى ما تنسونيش بكومنت حلو زيكم.